السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض اكلة شعبية جدا كلنا بنحبها. عايزة اقولك البصارة دي من احلى الاكلات اللي احنا بنحبوها الصراحة. ما بنعملهاش الا كل فترة طويلة الواحد بينساها يعني. عايزة اقولكوا جميلة جدا والطعم روعة بجد وريحتها قلب الدنيا. يا رب تكون سهلة عليكم ان شاء الله. هنعملها مع بعض بطريقتين، طريقة دايت وطريقة عادية جدا. الطريقة اللي انت حباها بقى تفضليها اعمليها، مفيش اي مشكلة. هندخل مع بعض في خطوات. اول حاجة هنعمل معانا البصلة عشان لازم يتعمل بدري شوية، عشان هناخد المادة الدهنية بتاعته ونشوف هنعمل بيها ايه. ندخل مع بعض في خطوات. ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات ان شاء الله. بس حابة اشكر كل حبايبي اللي بيدعموني، ومتشكرة ليكم جدا بجد. كلنا بنكبر مع بعض وببعض. ندعي يا جماعة لفلسطين، ربنا معاهم يا رب كده ويفك كربهم بإذن الله، وإن شاء الله نصرا عزيزا يا رب. ندخل مع بعض في الخطوات ونسمي الله حبايبي ونصلي على رسولنا الكريم عليها افضل الصلاه والسلام، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي اول حاجه هنا هعملها البصله. انا عندي البصله دي هعملها بزيت زيتون. لو انت بتحبي الاكل الصحي هتعملي نفس الطريقه دي. لو انت طبعا بتعملي الاكل عادي هنعمله بالطريقه دي. هنا هنضيف زيت برضو عادي. طبعا يا جماعه لازم تتحط كميه زيت محترمه يعني. بس هسيب الزيت يسخن معايا ونضيف البصل عليه ونشوف هنحمره ازاي. وكده الزيت بتاعي قرب يسخن كده، بدأ يسخن بالشكل ده. انا عندي هنا بصل متقطع جوليان كده بالشكل ده، بسم الله كده. نحمر شويه هنا كده ونضيف البصل التاني بالطريقه دي. نعلي النار بس عليه. بس نبتدي نحمر البصله بتاعتنا لغايه ما يبقى لونها ذهبي شويه معايا. مش بنضيف اي حاجه على الزيت بتاعنا ولا على البصل بتاعنا، بس مجرد ان احنا بنحمره كده بالشكل ده. شكله كده. طبعا حبايبي زيت الزيتون بتاعي كده كميه كبيره، مش هضيف كل ده طبعا على الطبق بتاعي او على الاكل بتاعي. انا بعمل الزيت ده كده بيبقى طعمه حلو جدا مع البصل. باخد على قد الكميه اللي انا عايزاها، والكميه المتبقيه معايا بحطها في برطمان واغطيها واستعملها للاكل عادي، الاكل الدايت بتاعي عادي. عايزه اقول لك بيبقى طعمها حلو قوي بجد. طعم زيت الزيتون كمان يعني في ناس مش بتقبله قوي وهو ني كده، وعلى حاجات مثلا زي الجبنه او الحاجات دي. لما بتضيفي منه كده على الجبنه بيخلي طعمها حلو قوي. طعم البصل معاه بيديه طعم حلو. وكده خلاص البصله بتاعتي بدات تاخد لون معايا كده بالشكل ده. بقى نصفيها على ورق مناديل ونرجع نشوف شكلها. وكده حبايب قلبي خلاص حمرت البصله بتاعتي دي بزيت الزيتون كده بالشكل ده، ودي بالزيت العادي. حمرتها وطلعتها على ورق مناديل. استنى عليها تتصفى ونبتدي بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. اهم حاجه نعمل البصله اول عشان هناخد الزيت بتاعها نستخدمها في الوصفه بتاعتنا. ونشوف يا حبايبي المكونات اللي معانا ايه في الوصفه. انا عندي ده فول مدشوش، غسلاه كويس جدا ونقعاه حوالي ساعه. عندي دي بصلايه متقطعه مكعبات كده كبيره. طبعا احنا هنضيفها على الفول هتتسلق معاها مفيهاش اي مشكله. مش شرط يعني يكون صغيره او كبيره. عندي دول 3 بصلات صغيرين اخضر. لو متوفر عندك مش متوفر مفيش مشكله، حطي بصل عادي. عندي نص قرن فلفل حراق برضو لو انت حابه. فصين توم كبار. وعندي هنا بقدونس وكزبره وعود نعناع اخضر. لو انت حابه تضيفي شبه تضيفي، بس انا بصراحه مش بحب اضيفه، بحس ان بيضيف مراره كده. عندي بقى هنا ملح وكمون وفلفل اسود وكزبره ناعمه. بس هي دي كل المكونات اللي هحتاجها. ندخل بقى على النار ونشوف هنعمل ايه. ونضيف الفول بتاعنا كده في الحله بالطريقه دي كده على النار. طبعا لسه مولعتش النار او حاجه. هنضيف كل المكونات على بعضها ونزودها ميه. وكده هنضيف بقى المكونات بتاعتنا كده بالشكل ده. انا بس هسيب الخضره بعد ما الفول يستوى بشويه عشان تديني اللون الاخضر الزاهي. الحاجه الوحيده اللي سيبها في الاخر الخضره. واضيف التوابل كلها بالطريقه دي واغطيها بقى بالميه كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا دوب تتغطى معايا بالميه، مش عايزه ميه كتير. بس اولع عليها النار واسيبها تستوى خالص مع نفسها ونرجع نشوف شكلها. ومن وقت للتاني كده نبتدي نقلب الفول بتاعنا. طبعا بيشيل الريم اللي على الوش ده كده بالشكل ده. نبتدي نشيله خالص كده ونقلب. وعلى ما الخضار بتاعي يبتدي يستوى كده معايا نشوف هنعمل الطماطم القمر دي معايا ازاي. انا عايزه اقول لكم دي كده طماطم بنجيبها نشيل الحته اللي فوق بتاعتها كده بالشكل ده، ونقطعها شرايح بالعرض كده كده بالطريقه دي. ونضيف عليها عندي هنا عودين بقدونس وكزبره وقطعه فلفل حراق وبارد، فصين 2 توم، حته فلفلايه صفرا. طبعا الحاجات دي اللي انت حباها بقى حطيها. عندي ملح وفلفل وكمون بس كده. هضرب دول في الكب او في الهوم بتاعي ونرجع نحشي الطماطم مع بعض ونشوف شكلها. وهنضيف على الكلام ده نص ليمونه ومعلقه خل. وكده انا حشيت الطماطم بتاعتي كده بالشكل ده. دقيت التوم بتاعي وحشيتها بالشكل ده. هنبتدي بقى نعصر عليها نص ليمونه كده ونضيف لها معلقه خل بس كده. انا عندي خل تفاح، لو انت حابه تضيفي خل تفاح براحتك، حابه تضيفي خل ابيض عادي. بس بيديها ريحه حلوه جدا وطعم حلو جدا.
يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتجربوه. كده حبايبي شايفين الخضار بتاعي بدأ يدخل معايا في السوا. نبتدي بقى نضيف الخضرة بتاعتنا كده بالشكل ده. طبعا كمية الخضرة انت حباها حطيها، بتحبيها بقى غامقة خضرة زيادة فاتحة شوية زي ما انت حابة. بتاخد مثلا اخر 10 دقايق معايا عشان تفضل محتفظة بلونها بس، وغطيها 10 دقايق كمان كده ونرجع نشوف شكلها. حبايبي عايزه اقول لكم على حاجه، اللي بيحب يضيف عليها ملوخيه ناشفه في المرحله دي كده يضيف عليها معلقه ملوخيه ناشفه، مفيش اي مشكله. بس انا بصراحه النهارده مش هضيف لها ملوخيه، انا هحتفظ بشكلها كده. وكده خلاص الخضار بتاعي كده استوى معايا بالشكل ده. هسيبه يهدى شويه ونرجع نضربه في الخلاط. لو عندك هاند بلندر اضربيه زي ما هو في الحله، ما عندكيش هاند بلندر زي حالتي كده هتضيفيه، هتسيبيه لما يبرد خالص وتحطيه في الخلاط عشان ما يبوظوش. كده حبايبي خلاص ضربناها مع بعض في الخلاط كده. شايفين ما شاء الله قوامها ناعم جدا وكريمي جدا ازاي، لونها تحفه بجد وناعمه جدا. بس هضيف بقى شويه الحاجات بتاعتي اللي احنا هنحطها. انا هنا هضيف عندي شويه بصل من البصل اللي احنا عملناها بزيت الزيتون كده، رشه صغيره جدا. وهنضيف عليها رشه ملح وشويه من زيت الزيتون اللي احنا اتفقنا هنحطه مع بعض كده. منكترش برضو قوي عشان ما يبقاش طعمها مبالغ فيه. وهنضيف رشه كزبره كده ورشه كمون. بس كده خلصت معانا بكل سهوله. بس هنسيبها تغلي على النار كده ونطفي عليها ونرجع نقدمها ونشوف شكلها. عايزه اقول لكم الريحه تحفه بجد تحفه. عايزه اقول لكم انا من محبي الاكله دي جدا يعني. وزي ما عملنا في الاولى هنعمل في التانية كده بالشكل ده. انا عندي ده الزيت بتاعي اهو. هناخد البصل اللي فيه ده هحطه فيه، مش هسيبه طبعا. وهنا رشه الكمون برضو ورشه الملح ورشه الكزبره بس. وهنضيف عليها شويه بصل كمان ونقلب كده. عايزه بس حله اكبر شويه. خلاص يا حبايبي كده خلصت معايا. بس هنطفي عليها بقى ونقدمها ونظبط الملح بتاعنا، لو عايزه ملح ولا حاجه نضيف لها. وده كده حبايبي شكلها النهائي. شايفين ما شاء الله لونها روعه بجد. الاضاءه والله مش باينه. عايزه اقول لكم جميله جدا والريحه تحفه. طبعا بنسيبها لما تهدى شويه خالص وبعد كده بنضيف البصل عليها عشان ما يسقطش لتحت. الريحه جميله جدا. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوها. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم.